بيوتي لاب 2 من أحلى الإيفنتات، واليوم ده كان مهم جدًا بالنسبة لي، لإن أنا كنت نازلة فيه trainer ومعايا متدربين لأول مرّة هيبتدوا يتعاملوا مع الscan ومع الdermapen، فكانت طبعًا مسؤولية، بس في نفس الوقت أنا كنت مبسوطة جدًا إن أنا قادرة أفيد حد وأقول له إزاي يعمل إيه، وكمان شرحت لهم الميكسات اللي ممكن يعملوها بالميزوثيرابي عشان يعرفوا يطلّعوا جلسة محترمة، لو مش حابين يشتروا vials غالية، لإنه في ناس أحيانًا أو في client بمعنى أصح ما بتبقاش قادرة تعمل الsession بالرقم ده، لإن الvials بتبقى غالية أوي، فممكن نعمل mix ما بين حاجات معيّنة أو ingredients معيّنة تدّينا نفس الeffect، وده طبعًا علشان خاطر باشرح لهم المادة الفعّالة اللي بتبقى مكتوبة إيه هي وبتعمل إيه في البشرة. فبنستغنى عن الستيك بوستر في الاثنين دول. ده الميكس بتاعي. اي خدمه. حلوه المعلومات دي. اي خدمه. هنا بقى بدأنا نشرح هنشتغل على الجبهة بعمق قد إيه بالديرما، وهنشتغل إزاي في منطقة الآي كونتور، منطقة تحت العين وفوق العين، والجو لاين ومنطقة الخد، وإيه المشكلة اللي عند الكلاينت اللي احنا هنشتغل عليها، وهنشتغل على مناطق معينة في البشرة بموفمنت معين. أول حاجة كانوا لازم يعرفوها الانفكشن كنترول، وهو إنه مبدئيا كده لازم نعقم كل حاجة حوالينا بالكحول، سواء بقى حتى واحنا لابسين جلافز لازم نعقمه بالكحول، حتى الكلاينت نفسها لازم نكون معقمين البشرة قبل ما نبتدي نشتغل فيها بالكحول، لأن احنا اوريدي بنعمل channels معينة بالمايكرو نيدلينج، بنفتح في البشرة، فلازم نكون متأكدين تماما ان البشرة متعقمة كويس. هنا ابتدينا نحط الميزوثيرابي وبدأ التدريب العملي. بصوا بقى يا جماعه، احنا وسعنا على الايه؟ على الخد كله كده لحد الجو لاين عليه الماده. تمام. نبتدي نعمل ايه؟ لا، عشان عندي سكار لازم اطلع احمرار شويه. لا، وهنا ما عنديش اتروفيك ستار، ما عنديش بوكس ستار، عندي شويه مزام وعندي شويه تصبغات في دماغي. انا لو دوست وانا عندي تصبغات هزود الفيتامين. الفيتامين. برافو عليك. فاحنا نعمل ايه؟ بنشد الاول البشره كده، مشغلين نسم الجلد يبقى معايا موجود، ناخد كده بايدي. لا، مش هنعمل ليفتنج عشان الخط واحنا بنشد كده بيفرق بيطلع الكولاجين احسن. ايدي وعيني هم هنا اللي ميزان. يعني انا دلوقتي شغاله، ده احمر مني كده، اسيبه يهدى واشتغل على اللي بعديه لان هي بشرتها حساسه. خلاص، نيجي عند الحته دي ندخلها كده فوق كده. تمام. يلا تعالي مكاني. هنا بقى وهم بيطبقوا العملي اللي انا لسه شرحاه ازاي هنشتغل، وايه الموفمنتس او الحركات اللي نمشي بيها على البشرة بطريقة معينة. طبعا انا قصيت لكم كتير جدا من الفيديو، وعارفة ان الفيديو هيبقى طويل قوي، بس حبيت اوريكم بقى وهم بيطبقوا عملي بعد الشرح بتاعي. هم النظري اكيد واخدينه مع دكتور ندى، وهي وثقت في المدربين بتوعها انهم يقفوا يدوهم التطبيق العملي وازاي يشتغلوا بايديهم، خاصة إن في تريكات وحاجات في الجلسة زي المناطق اللي احنا بنشتغل فيها دي لازم نشتغل فيها بحرص. وده كان فلوج سريع جدا.